كاين 7 عادات، كاين 7 مؤشرات. المؤشر الأول هو للفعالية l'efficacité، هو حسن استثمار الإنسان. أتدرون لما؟ لأن الإنسان هو أساس بناء الحضارات. لا يمكن نبني حضارة في هذه الحياة إلا ببناء الإنسان، بنادم واحد. كي تقرأ كاع القرآن والسنة من مقاصد الوحيين بناء الإنسان المؤهل لأداء الشهادة على الناس، المشار إليها في سورة البقرة الآية 143: وكذلك جعلناكم أمة وسطا على لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا والشهادة تقتضي الحضور. لا يمكن للغائب أن يشهد. الغائب حضاريا، ماشي نتكلم على لقاء من لقاءات، لا، كل له عذره. وأنتم أيضا أسأل الله أن يثقل موازينكم بالحسنات. ليس بالأمر الهين في هذه الحياة المعقدة جدا التي أفرزت هموما ومشكلات مصطنعة مفتعلة تعرقل مسيرتنا الحضارية وتمنعنا جميعا من الإقلاع الحضاري. إذن لابد من الفاعلية. الحل هو l'efficacité، هو الفاعلية. إذن هذا المؤشر الأول. المؤشر الثاني له علاقة بالموضوع اللي هو ترشيد الهمم. الهمم هذه همم، الله يبارك، ربي يجازيكم خير، ولكن هذه الهمم ممكن نشبهها كما الماء يسقط من السماء، لو كان ما يلقاش القنوات وما يلقاش لي زانجينيور ولا ما يلقاش اللي يخدموا، يضيع الماء يروح. لابد من سدود حافظة، لابد من قنوات صارفة موجهة. لذلك الله يرحمك يا صاحب صيد الخاطر ابن الجوزي في الصفحة 17 حدثنا عن علو الهمة، في الصفحة 220 حدثنا عن علو الهمم. لابد من همم كثيرة تنتشر وتتحرك في المجتمع، وكل ميسر لما خلق له، ثم تنطلق وتبدع وتنجز. ولكن لا يكتفي بهذا. في الصفحة 243 حدثنا شغل أوردونانس وصفة، قال ترشيد الهمم، لابد من ترشيدها. والترشيد في حد ذاته مؤشر من مؤشرات الفاعلية أو الفعالية. المؤشر الثالث هو حسن استثمار الموارد المادية. ربي أعطانا ماديات. هذه القاعة هذه الله يبارك راهي مادة، راهي وسيلة. إذا أحسن استثمارها حققنا جزء من الفاعلية، وإلا فلا. حسن استثمار الموارد المادية، دراهم، سيارات، منجزات، مراكز. وإن كان بناء الركائز مقدم على بناء المراكز. التاريخ المشرق للأمة ما عندهمش وسائل، ما كاينش وسائل، ولكن هناك ركائز تحركت في المجتمع، انطلقت، أبدعت، أنجزت، أثرت، وحققت المقاصد والغايات. نحن الآن الحمد لله عندنا ركائز أنتم وأمثالكم، وعندنا أيضا مراكز. إذن لا بد من تحقيق الفاعلية بمستوى أعلى. المؤشر الثالث إذن هذا. المؤشر الأول الموارد البشرية، 2 ترشيد الهمم، 3 الموارد المادية، 4 حسن استثمار الزمن، الوقت هو الحياة. وتعرفوا حديث النبي عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. حاجة للمؤشر الخامس وهو مهم، حسن استثمار الفضاءات المتاحة. الآن أي فضاء متاح، ماهوش غير في الجزائر، في هذه القارة الكبرى، والحمد لله بلادنا كبيرة بزاف، أمانة الشهداء. والله تنتشر هممنا جميعا ونخدموا ليل ونهار، ما نقدروش نغطيوا هذه القارة الكبيرة. قارة كبيرة هي أمانة ولا بد أن تنطلق. ثم أن أعمارنا قصيرة. المشكلة أن العمر قصير ولو طال، والحياة قصيرة ولو طالت.
لابد أن نحسن استثمار الفضاءات المتاحة في المساجد، في المدارس القرآنية، في الجامعات، في الجوامع، في كل مكان، في الفضاءات الإعلامية وكثيرة جدا. لابد أن يكون استثمار حسن. هذا مؤشر يدل على تحقيق الفاعلية. المؤشر رقم 6 ما هو؟ هو تحقيق المقاصد والغايات. ليحقق نتيجة في مجال الصلح، في نزاع، في قضية مهما كانت، عقارية، مالية، أسرية إلى غير ذلك، تحقيق الغايات وتحقيق المقاصد هذا مؤشر. مع أن تقول أنا نجحت عمليا، ما تبقاش في التيوري. لابد أن نتخلى عن لغة يجب ينبغي، انتهت هذه ذلك خلاص ماتت، بقى على خير. يجب ينبغي يجب الوقت شحال نزيدوا 20 قرن. شكون اللي عنده منا ضمانه يعيش 10 قرون في هذه الحياه؟ لماذا واحد ما يحولش عاش 50 سنه؟ لازم عند ربي كانها 500 سنه، وهذا ليس مستحيلا، والله بسيط جدا جدا، ولكن بالسر نتاع الفاعليه فقط. مركب النبي الله يرحمه وقد حدثنا بعمق عن هذه النظريه الكبيره جدا مما قاله. قال ربط منطق الفكر بمنطق العمل، عملا بقوله تعالى وقل اعملوا. ثم أخيرا اللي هو القدرة على النماء. هذه ركزوا معها مليح. مؤشر طابلو بور نتاعنا كاع لازم نشوفوه، يسكو حققنا الفاعلية ولا لا. إذا وصلنا إلى مستوى عندنا قدرة على النماء، بمعنى آخر على التطور، على الارتقاء، معناه لا بأس. أما إذا وصلنا الطب وريحنا في الطب، خطأ ناقص جدا، لأنه ما عندناش قدرة على النماء، معناه حابسين. ما يلزمش نكونوا حابسين. هذا مؤشر رقم 7 نشفوا عليه، القدرة على النماء والارتقاء، عملا بقوله تعالى في سورة التوبة الآية 105 وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. شكرا لكم.